نتولى اليوم افتتاح هذه الندوة التي قام بتنظيمها كل من وكالة النهوض بالصناعات والتشغيل بأريانا ومركز أعمال أريانا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بأريانا حول منظومة التكوين المهني وأحياء المؤسسات. خصصت الدولة عدة آليات لمساعدة الشباب على الانتساب للحساب الخارجي وتنمية روح المبادرة لديهم، وتندرج هذه الندوة في هذا السياق، وستركز في التعريف بهذه الآليات المتاحة وكيفية التمتع بكل الامتيازات والبرامج ودور كل هيئات الإحاطة والمساندة في دفع الاستثمار والتشجيع على الانتصاب للحساب الخارجي. في الختام نشكر مدير المركز القطاعي التكوين المهني في ميكانيك السيارات الذي استضافنا اليوم ليتيح لنا الالتقاء به ولكي تكون هذه الندوة منعقدة في إطارها أي ندوة حول التكوين المهني في مركز التكوين المهني. الدولة حاطة على ذمتكم برشا آليات، وقبل كل شيء قبل ما نبدا نحكي لكم على الآليات النيفو تاعكم انتم تو تقراو في الميكانيك كيف معناتها فما شغل باش يتخرج قريب ولا فما لازمكم يتخلفوا ولا كيفاش؟ هذه حاجه تهمكم دوبري ولازمكم تتعرفوا عليهم الآليات خاطر كان فاتكم الفوت ما نجموش نرجعوا بالتوالي. دونك ماذا بيكم تعرفوا اللي يحب يبعث مشروع كيفاش يتصرف وشنو الآليات اللي حطتها الدولة على ذمته باش ينجم يستغل هالآليات من تكوين ولا من فلوس ولا من إحاطة ومن كل شيء. دونك نبداو هو سي ان كورسوس اوكي معانا نبداو بالخطوة بالخطوة. فما شكون يحب يبعث مشروع تبدا عنده فكرة، والا فما شكون اللي يحب يكون صاحب مؤسسة وما عندوش هكا ولا لا. دونك الوكالة الوطنية نبداو بالخطوة الأولى. أول حاجة توفر لكم في كامل مكاتب التشغيل حصص إعلامية. الحصص الإعلامية هذه يحكيوا لكم فيها زملائي في وحدات النهوض بالمؤسسات الصغرى على هالآليات هذه اللي أنا توا باش نقدمها لكم. معناتها توا باش نقول لكم كان حاجه ما فهمتوهاش بالكدا راكم تلقاو المعلومه هي بيدها عند زملائي في مكاتب التشغيل. داكوردو؟ دونك نبداو. فما موغين هي سي لا ميثود اوريجينال دو ريشيرش ديدي اكتيف بور انتربروندر. هذايا تخص الوليدات اللي كيفكم باش يتخرجوا ويحبوا يبعثوا مشاريع اما ما عندهمش فكره واضحه والا ما همش متاكدين من الفكره نتاعهم. دونك فما التكوين هذا يدوم 3 ايام نجموا تتمتعوا به باش تعرفوا عن طريق التكوين هذايا اسكو الفكره نتاعكم اللي اخترتوها تكون رياليزابل وتتحقق والا لا. والا في اخر التكوين هذا نجموا تبدلوا الفكره نتاعكم وتشوفوا فكره اخرى باش تخدموا عليها. فما حاجه اخرى الوكاله حطتها على ذمتكم اللي هي فورماسيون انتربرونيال. فورماسيون انتربرونيال هي التكوين في بعض المؤسسات وتكوين الباعثين السي والا كري اللي هي انشئ مشروع. التكوين هذايا يصلح لكم برشا على خاطر في دي بارتي. البارتي الاولى يتم فيها دراسه كما نقولوا الشخص صاحب المشروع واللي كاركتيرستيك نتاعو كباعث مشروع، خاطر تعرفوا اللي كل باعث مشروع لازم تتوفر فيه دي كاركتيرستيك. حسب رايكم الحشام ينجم يبعث مشروع؟ دونك التكوين هذا بيتحرك ونرجع سؤال ونرجع اوكي. في التكوين هذا يخليكم البارتي الاولى اللي هي باش ندرسوا فيها صح معناتها المؤهلات نتاع صاحب المشروع وكيفاش لازمو يطور الكفاءات نتاعو الشخصيه والمهنيه. ولازمنا نخلطوا في البارتي الاولى اللي يصير معناتها ما بين فكره المشروع وما بين صاحب المشروع يتلاقاو باش ينجم المشروع ينجح. بعد فما البارتي الثانيه
اللي هي دراسة المشروع اللي تتمثل في دراسة السوق كما قالت البنية الموجودة. دونك دراسة السوق باش نشوفوا فيها معناتها نعمل دراسة السوق، دراسة جدوى المشروع، وباش نوصلوا في الآخر نعرفوا اسكو المشروع تاع كل واحد فيكم ناجح والا مش ناجح. كان ناجح نتعداو الخطوه اللي من بعد تو نقولوها لكم، كان مش ناجح باش نعاودوا ندرسوا المشروع ونقصوا من التكلفه ولا نشوفوا حاجه اللي معناتها نسلقوا بها ليتود دو رونتابيليتي. في الفورماسيون هذيا نستضيفوا لكم اشخاص موارد ينعيطوا للباعث ناجح باش يعطيكم التجربه نتاعو اللي مر بها، نعيطوا الممثل على سنسيس، نعيطوا لكم ممثل على الكبارة، ونعيطوا بيان سور البارتنير اوفيسيال بي تي اس اللي هي باش تجيكم وتدرس معاكم المشروع في الفورماسيون هذيك بيه. هذه الفورماسيون انتربرونيريال. الفورماسيون هذيا تتمتعوا بالبورص منحة. لو فات اللي شاركتوا في كل تكوين هذاك نعطيوكم منحة ديجا، وبالتكوين هذايا نهار اللي تتحصلوا على الموافقه والتمويل من البنك التونسي للتضامن، ونهار اللي تحلوا المشروع نتاعكم وتنتصبوا وتبداو معناتها تدخلوا في البرودكتيفيتي، تتمتعوا زاده بمنحه مرافقه طيله العام الاول من بعد المشروع اللي هي 100,000 كل شهر. باهي فما شكون اللي يحب يبعث مشروع وناقصته ناقصه تكوين تقني معناتها، والا يحب يزيد يعمق التكوين نتاعو داكوردو تقني، الدولة كيف عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل تمتعوا بهالتكوين التقني.